مشاهدينا الكرام، يعني نقول في الأمثال إنه في ناس تحشمها وفي ناس تحشم نفسك عنها. في دويلة جنوب سلوى، يعني تعود أو تعودوا بشكل عام، يعني لا أستثني أحدا، تعودوا من يعني يدفعهم النظام الإماراتي إلى الإساءة لقطر بأي شكل من الأشكال، سواء كان مغردين، يعني ما يسمى بالتواصل الاجتماعي أو إعلام الجديد في القنوات، في غيرها من الأمور، فقط إساءة وإساءة بليغة حقيقة. ونحن كفينا نفسنا عنهم، ويعني الله لا يحفظهم إن شاء الله. لكن حقيقة عندما يصل الأمر إلى التطاول، لا، احنا قادرين على الرد، قادرين على المواجهة، قادرين على أنه، لكن احنا حاشمين نفسنا عنكم وما نبي نوصل إلى مستواكم في الرد. ما يسمى بطارق المحياس أو المحتاس، يعني تعود عبر قناته أنه هو يتناول قطر، يعني هو مخصص فقط من قبل النظام الإماراتي أنه هو يسيء إلى قطر، ويزعلون أهلنا في الإمارات. أنا أقول أهلنا لأن لا زالوا يعني هناك لنا أهل في هذه الدولة، ولكن هؤلاء لا يمثلون كل الشعب الإماراتي الأصيل. أنا أتكلم عن الأصيل وليس هؤلاء المجنسين، يعني الذين قادمون من شتى بقاع الأرض للسكن في القرية العالمية. طارق المحياس يعني أشهر شيء له اللي هو بوسة الانعال، لأن الانعال يمكن أشرف من وجه الانعال يفيدنا، لكن وجهه لا يفيدنا ولا يفيد الناس. يعني هذا الشخص حقيقة وصل من الوضيعة ومن الإساءة للكرامة الإنسانية له هو كشخص، نتكلم ولا أتكلم عن الآخرين. يعني عندما يتحدث بهذه الصورة، بهذه البذاءة، بهذا الشكل، إحنا نقول إنه سكتنا عليكم كثير. تزعلون إذا أحد من عندنا فرطت منا كلمة. أنا أقول دائما تفرط منا كلمات، يلوموننا اللي في الداخل، يلوموننا أنه والله ليش أنتوا تسيئون لهم. يعني كل هالإساءات التي تطال من أعلى القيادة إلينا إحنا كشعب، يعني ما خلوا فينا أي شيء. عندما نرد عليهم، عندما نتحدث عنهم، يطلعون لك هؤلاء المشاميخ السوشيال ميديا ويتهموننا بأنه احنا نسيء إلى الأشقاء، وفي الواقع هؤلاء لا يمثلون الأشقاء ولا يمثلون أي شيء، سوى أنه هؤلاء أبواق لتلك الأنظمة التي يعني جندتها للإساءة لقطر. عموما يا طارق المحياس، أنت تعرف نفسك، تعرف مستواك، ويعني ما في داعي أن أوسخ لساني حتى أنه بذكر اسمك في هذا المكان. لكن حقيقة هذه بس قرصة إذن، وما هو قادم أعظم سيكون، سواء كان في ما خفي أعظم، أو إحنا كأشخاص نستطيع أن نرد عليك وأن نضع الإنعال والجوتي في حلجك يا